كلامي كويس كويس قوي، علشان ما تبقيش انتي السبب في ضياع حق والدتك الله يرحمها. وكمان يا نسرين عايزك تعرفي ان مهما كان اللي انتي مخبياه انا اكيد هوصل، بس يبقى خسارة قوي لو وصلت له بعد فوات الاوان. ما هو مش ممكن تكون كل دي صدف يا نادر، قول كلام معقول. يا فندم سيادتك سيدي عارفين ولا حاجه من دول ترقى لانها تكون شبه ضدي. وبعدين مش معقول تكونوا عايزين تحاكموني لمجرد وجودي في اماكن ليها علاقه بالضحايا. احنا مش بنحاكمك، بس كمان وجودك المتكرر ده بيثير علامات استفهام، والشك يفسر لصالح المتهم. وبعدين الداخليه ما قدمتش ولا دليل واحد ضدي ولا حتى دافع يخليني ارتكب كل الجرائم دي. والداخليه دي هتستقصدك ليه؟ انا ما قلتش كده يا فندم، بس يعني هما ما صدقوا مسكوا في حاجه يفسروا بيها كل الجرائم اللي بتحصل دي، لكن القانون ما بياخدش غير بالادله. وانا بعد اذن سيادتك عايز اثبت في التحقيق ده اني بتقدم بطلب لمعالي المحامي العام بطلب فيه اخلاء سبيلي لاني محتجز بدون وجه حق. وماله يا نادر، حقك. اكتب يا ابني: ويجدد احتجاز المتهم لمده 24 ساعه لحين استكمال تحريات الشرطه، وينبه على الجهات المختصه بسرعه عمل تحريات لرفع طلبه لاخلاء سبيله الى معالي المحامي العام للبت فيه. انا متأكد انها مخبية حاجة، ومش هي بس، لا ده كل اهالي الضحايا وراهم سر، لو عرفناه هنقدر نحل لغز القضية دي. خلاص يا باشا، نشدد عليهم المراقبة شويتين. مش بس يا ايمن، انا كمان عايز تحريات عنهم من يوم ما اتولدوا لغاية النهاردة. ما هو اكيد مش صدفة ان مرات نادر تموت مع عيل شغال في نفس الملجأ، ولا ايه؟ وهيجي منين الخير يا استاذ؟ ممكن تفهمني محضر التحريات بتاعكم وصل لبتوع الاعلام ازاي؟ نعم، هو سيادتك ما تعرفش ان الست نهال مفيد قرت المحضر بتاعكم قدام الناس في برنامجها سطر سطر؟ ده اسمه تهريج يا استاذ. بعدين محضر تافه محولين بيه المتهم، مستنيين ايه من كلمتين فارغين زي دول؟